رجالتنا ابطال البيولوجي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجاله وبنات تانية اعدادي ابطالنا الحلوين، ايه الاخبار يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. جه النهارده ميعاد حصتنا مع الدرس الاول في الوحده التانية. يلا بينا نخش على طول ونشتغل في الدرس الاول في الوحده التانية ده. يا مستر احنا كده متأخرين، ما تقلقش خالص، احنا ماشيين براحتنا، ماشيين واحدة واحدة، بناخد حصة حل وحصة شرح، بنفرم الدنيا واحدة واحدة، وهتخلص قبل ما تمتحن وتراجع وهتعمل كل حاجة، ما تقلقش خالص. تمام. نيجي نخش على الدرس الاول يا مستر في الوحدة التانية. بيقول لي ايه؟ بيقول لي التفاعلات الكيميائية. التفاعلات ايه؟ التفاعلات الكيميائية. طيب يا مستر انا قبل ما اشتغل في التفاعلات الكيميائيه، قبل ما اخش اي حاجه خالص في التفاعلات الكيميائيه، انا عندي عرفت ودرست قبل كده ان انا عندي نوعين من التغيرات، صح كده يا مستر؟ يا مستر فاكرهم، كانوا تغير ايه وتغير ايه؟ قول معايا. كان تغير فيزيائي، برافو عليك، تغير فيزيائي. وتغير ايه تاني يا مستر؟ تغير كيميائي، صح كده؟ تغير فيزيائي وتغير كيميائي. طيب تمام. وعارف يا مستر ان التغير الفيزيائي ده تغير في ايه؟ في شكل المادة، تغير في شكل المادة. يبقى التغير الفيزيائي كده اعرفه، او بالبلدي خالص بسهولة خالص، هو تغير في شكل المادة، في شكل المادة، في شكل الايه؟ في شكل المادة. طيب لكن التغير الكيميائي يا مستر، كيميائي، يبقى ده تغير المادة من شكل لآخر، المادة من شكل لآخر باختلاف خواصها كمان يا مستر بتختلف. ليه؟ انا عندي في التغير الفيزيائي بتاعي مستر تغير عباره عن ايه؟ جبت حته تلج سبتها في الاوضه بتاعتي، درجه حراره الغرفه فساحت، فده اسمه تغير كيميائي ولا فيزيائي؟ لا يا مستر ده تغير شكل بس، صح؟ الميه هي الميه اتغيرت فيها تركيبها؟ لا، يبقى تغير فيزيائي عادي جدا. طيب نيجي على التغير الكيميائي، بقول ايه؟ الكيمياء، يبقى لازم مركبات احطها على بعض، حاجه تتحول لحاجه، حاجه تتغير. ليه؟ لان غيرت خواص الماده، غيرت شكل الماده بخواص. يعني عندي شويه خشب جيت ولعتهم اتحولوا لايه؟ لفحم كده، صح؟ براده السوداء، يبقى اتغير في شكلها ولا لا؟ اتغير يا مستر في شكلها، اتغير في خواصها ولا لا؟ اتغير في خواصها. يبقى انا كده عرفت الفرق بين الخواص في التغيرات الفيزيائيه والتغيرات الكيميائيه. لازم حاجه تحصل، يا اما اضافه يا اما تحول في التركيب، يا اما تغيير في التركيب. طيب تمام، يبقى انا كده عرفت التغير الفيزيائي هو ايه، او التغير الكيميائي هو ايه. تمام يا مستر. نيجي بعد كده على يعني ايه اصلا التفاعلات الكيميائيه. انت مستر داخل بتقول لي تفاعلات كيميائيه ودرس اسمه تفاعلات كيميائيه، انا مش فاهم يعني ايه تفاعلات كيميائيه اصلا. بص يا حبيبي، انا عندي تفاعل كيميائي ده اللي هو ايه؟ تفاعل كيميائي يا مستر، تعالى اقول لك تجربه ونمشي كده واحده واحده مع بعض. تمام. انا دلوقتي جبت لك يا مستر، جبت لك ايه؟ جبت لك ازازه فيها شويه خل، صح كده؟ تمام. طيب يا مستر ازازه الخل دي او كوبايه فيها خل، تمام، وجبت بالونه فيها ايه؟ جبت البالونه دي حطيت فيها شويه بيكربونات صوديوم. يبقى جبت ايه؟ تعالى كده نكتب الحاجات اللي انا جبتها. تمام، انا جبت يا مستر كوبايه فيها خل، كوب خل، وجبت بالونه مليتها بايه؟ مليتها فيها ايه؟ بيكربونات صوديوم. بيكربونات ايه؟ صوديوم. طيب بيكربونات صوديوم. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ جبت البالونه اللي فيها بيكربونات صوديوم دي وقمت حاططها فوق الكوبايه او فوق الازازه مثلا، عشان الازازه يعني فتحتها صغيره. طيب تمام. وجيت قمت ماسك البالونه رافعها، خليت البيكربونات نزلت جوه ايه؟ نزلت جوه الكوبايه دي. هلاقي ايه اللي هيحصل كده لو انت عملت التجربه دي في البيت؟ روح هات كده بيكربونات صوديوم من عند العطار وهات شويه خل وحط الاثنين على بعض، هتلاقي ايه؟ هلاقي مستر ان حدث ايه؟ حدث فوران. حدث ايه؟ فوران، صح كده؟ لو جربتها هتلاقي يا مستر في فوران بيحصل، في ايه؟ في تفاعل حصل، في ايه؟ في تفاعل حصل.
انا بس رحت اتاكد ان هو بيسجل عشان ايه، عشان ما نضيعش. طيب فايه يا مستر؟ هو حدث فوران، يعني حصل تفاعل صح، وهلاقيه عمل ايه؟ هلاقيه طلع لي غاز ثاني اكسيد الكربون. يا مستر ايه ده؟ حصل تفاعل فوران وطلع غاز يبقى استنتج من هنا ايه؟ استنتج من هنا انا كنت مدخله خل يا مستر عادي جدا وبيكربونات صوديوم. ايه اللي حصل؟ خرج لي غاز ثاني اكسيد الكربون صح؟ يبقى اقول ايه؟ اقول بالبلدي كده ان التفاعل الكيميائي هو ايه يا مستر؟ عندي شويه مواد باخدها بحولها لمواد تانية صح كده؟ صح. يبقى ايه؟ يبقى انا عندي خدت الخل والكربونات طلعوا لي ايه؟ طلعوا لي غاز ثاني اكسيد الكربون، وتلاقيه ملا البالونه. طيب تمام. نيجي يا مستر على بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ميكانيكيه حدوث التفاعل الكيميائي. ايه يا مستر ميكانيكيه التفاعل حدوث الكيميائي دي؟ ان يا مستر عندي التفاعل الكيميائي بيتضمن ايه؟ يقول له كده يتضمن، ثانية واحدة، يتضمن ايه؟ يتضمن يا مستر تحول. يتضمن ايه؟ تحول ايه؟ المواد الكيميائية. مواد كيميائية كده واسكت يا مستر؟ لا، اقول له الداخلة في النواه المتفاعلات. اقول له كده ان هي المواد الكيميائية دي اللي هي المتفاعلات. يبقى المواد الكيميائية اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي المتفاعلات. طيب تمام. نيجي بعد كده المتفاعلات دي هتعمل ايه؟ هتخش تتفاعل صح كده؟ هتخش ايه يا مستر؟ هتخش تتفاعل ويحصل لها ايه؟ تغير كيميائي. فهتتحول لايه؟ تتحول لمواد كيميائية نواتج. بقى مواد كيميائية مالها؟ مواد كيميائية نواتج. مواد كيميائية ايه؟ مواد كيميائية مستر نواتج. طب تمام. يبقى انا كده دخلت مادة متفاعلة اللي هي الخل مع الكربونات، دخلتهم خرج لي ايه؟ خرج لي يا مستر ثاني اكسيد الكربون وحصل فوران في الانبوبة وهتلاقي اتكون راصب. طب تمام. يبقى انا كده عرفت ان بدخل متفاعلات بتطلع لي نواتج، بدخل ماده كيميائيه متفاعله تطلع لي ماده كيميائيه نواتج. طيب التفاعل ده ممكن يحصل ازاي او يحصل بشكل ايه؟ بيحصل بطريقتين او على خطوتين. سيبك من الطريقتين دي، خليها احسن. بيحصل بايه؟ بيحصل يا مستر بخطوتين. طيب ايه هما الخطوتين؟ بيحصل يا مستر تعالى كده اشرحها لك هنا الحته دي. بيحصل بخطوتين. ايه هما الخطوتين؟ انا عندي بيحصل كسر وبيليه تكوين. ايه يا مستر ده؟ كسر وبعديه تكوين؟ لا انا مش فاهم حاجه. طيب يعني ايه كسر ويعني ايه تكوين؟ انا عندي كسر دي يعني انا بكسر حاجه اسمها الروابط. بكسر روابط. وبعمل ايه؟ بعمل تكوين روابط جديده. طيب انا لسه كنت شارح لزمايلكم في اولى اعدادي درس الروابط الكيميائيه الحصه اللي فاتت. ممكن اسيبهولك في الاي فوق في الديسكريبشن، خش اتفرج عليه هتفهم يعني ايه الروابط الكيميائيه لو انت مش فاهمها قوي. طيب يا مستر يعني انا عندي مثلا ابسط مركب عضوي هو البيسان سي، رابطه بثلاث روابط، رابطه احاديه، رابطه ب اتش. طيب تمام. عايز انا بقى يا مستر احط مكان الاتش دي عندي 2 جزيء كده، ده ثنائي، 2 اكسجين. اكسجين. طيب هقوم عامل ايه؟ بص يا مستر، هكسر الرابطه. شايف كده؟ كسرت الرابطه بين الكربون وبين الهيدروجين. تمام. وهكسر الروابط اللي هنا. يبقى دي كده اول حاجه. دي كده متفاعلات صح كده؟ متفاعلات. يبقى تكسير دي كده تكسير دي يا مستر كده متفاعلات. طيب تمام. هيقوم بقى عامل ايه؟ ثانيه كده واحده. هيقوم عامل ايه؟ هيكون روابط جديده صح كده؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى يا مستر؟ تعالى كده هقول لك. دلوقتي انا عندي الرابطه دي كده اتفكت صح كده؟
لا يا مستر انا كمان هفك الروابط دي كمان، هفك الروابط دي كمان، هفك الروابط كلها. ليه؟ لان الاكسجين ثنائي، خلي بالك. طيب تمام. يبقى يجي كده الكربون اهي، الكربونه تمام، هتعمل رابطه ثنائيه مع الاكسجين من هنا، ورابطه ثنائيه مع الاكسجين من هنا، ويجي الهيدروجين، يجي كده الهيدروجين، ثانيه واحده، الهيدروجين اهي تعمل رابطه احاديه مع الاكسجين، تعمل رابطه احاديه مع الايه، مع الايه هيدروجين، يبقى الاكسجين مع الهيدروجين اهي، وتيجي تعمل واحده تانية اهي برضو كده مع الهيدروجين. تمام. يبقى انا ثانيه واحده، انا مستر كان داخل عندي كام كربون؟ واحده كربون، خرجت كام؟ خرجت واحده. كان داخل معايا كام هيدروجين؟ 1 2 3 4، خرجوا 1 2 3 4. طيب كان داخل معايا كام اكسجين؟ 1 2 3 4، خرجوا كام؟ 1 2 3 4. صح كده؟ بنفس الروابط بتاعتهم، اللي هو هيدروجين احادي، الاكسجين ثنائي، والكربون رباعي، والاكسجين ثنائي زي ما هي، ما غيرتش حاجه. يبقى انا عملت ايه؟ عملت حاجة اسمها كسر وتكوين، كسرت روابط موجودة الأول وعملت إيه؟ عملت تكوين لروابط جديدة. عملت تكوين إيه يا مستر؟ لروابط جديدة. طيب تمام. يبقى فهمت يعني إيه تفاعل كيميائي؟ يبقى أجي أعرف لك كده التفاعل الكيميائي بكل سهولة وبساطة، تعريف أهبل خالص. أقول لك إيه؟ أقول لك هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة، في جزيئات المواد الناتجة، في جزيئات المواد الايه يا مستر؟ في جزيئات المواد الناتجة. تمام. والتعريف ده انا يعتبر شرحته لك اهو في الحتة دي اهو ده فهم، ده كده اكتب لك عليه فهم القانون، فهم القانون او التعريف. تمام. يبقى انا عرفت يا مستر يعني ايه تفاعل كيميائي، ايه هي ميكانيكية التفاعل اصلا، يعني ايه تغير فيزيائي وكيميائي. صح كده؟ طيب تمام. نيجي نخش بعد كده على ايه؟ نيجي نخش بعد كده يا مستر على التفاعل او خواص المواد قبل وبعد التفاعل. احنا عرفنا ان انا عندي تفاعل كيميائي بيعمل ايه؟ بيغير في تركيب المادة، وبيغير في شكلها، وبيغير في خواصها. بمعنى انا عندي هنا ايه اللي حصل؟ خرج غاز، صح؟ خرج غاز، يبقى ايه؟ ليه ريحة، صح؟ يبقى من خواص التفاعل ده ظهور رائحة. طيب ممكن مثلا تفاعل تاني يكون ظهور راسب، ممكن تفاعل تاني يكون ظهور حرارة، وهكذا وهكذا. طيب تمام. نيجي على خواص المواد اللي قبل وبعد التفاعل. زي ايه؟ اول حاجه عندي، اول تفاعل معايا هو تفاعل حرق السكر. تفاعل حرق السكر، انا جبت لك شويه حبيبات من السكر كده يا مستر، حطيتهم تحت النار كده، هنعتبر ان دي كده شعله نار اهي. تمام. ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده ده نقارن بين خواصه قبل وخواصه بعد، واحده. انا مستر السكر عندي انت بتشوفه في البيت كده لونه ايه؟ لونه يا مستر لونه ابيض. لونه ايه؟ ابيض. يبقى اقول له كده قبل، ثانيه واحده، وبعد. طيب قبل يا مستر كان لونه ابيض، قبل كان لونه ابيض. بعد ما احطه على النار واحرقه لونه ايه؟ هيغمق. طيب نيجي يا مستر للريحه. قبل ليه ريحه؟ لا ملوش ريحه. طب بعد يا مستر ليه ريحه تشبه ريحة ايه؟ اسمها بنسميها الكراميل كده، ريحة الكرملة. طيب تمام. نيجي يا مستر ايه تاني؟ بس كفاية النقطتين دول. يبقى انا عرفت ان قبل ما ادخله التفاعل، قبل ما ادخله حرارة، قبل ما يحصل اي حاجة، كان خواصه ثابتة، كان ليه خواص ثابتة. لكن لما جيت عملت له تفاعل بالحرارة، اديته حرارة، ايه اللي حصل؟ غير لي خواصه. يبقى انا اي تفاعل كيميائي، اي مادتين، اي مركب انا بعمل له تفاعل كيميائي، بديله اي حاجة ايا كانت، بيعمل ايه؟ لازم هيغير في خواصه. طيب تمام. نيجي على التفاعل اللي بعده، تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية. طب يا مستر تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية ده انا لما افعلهم مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هيكون لي حاجة اسمها الايه؟ الصابون. يا مستر ايه ده؟
الزيت مع الصودا الكاوية هتكون لي الصابون اللي بنستخدمه في البيت ده عادي؟ الصابون اللي بتستخدمه في البيت عادي. طيب خواص الصابون ده قبل وبعد ايه؟ قبل يا مستر انا الزيت عارف خواصه، ماده سايله، والصودا الكاويه دي ماده ايه؟ ماده صلبه. طيب ده كان قبل التفاعل. طب بعد التفاعل اتحول للصابون. الصابون ده ايه يا مستر؟ الصابون ده سائل. يبقى تعالى كده نقول قبل وبعد. قبل يا مستر وبعد. طيب انا قبل عندي الزيت ده ايه؟ الزيت ده سائل. طب تمام. والصودا الكاويه ده يا مستر دي محلول هيدروكسيد صوديوم. تعالى كده اقول له ده الزيت وده سائل برضو، محلول هيدروكسيد صوديوم، سائل محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الصودا الكاويه، الكاويه. طيب تمام. هيجي بعد يتحول ايه؟ يتحول لصابون صلب. يتحول لصابون ايه يا مستر؟ يتحول للصابون الصلب. زي كده لو مثلا ماما عندك في البيت بتلاقيها ممكن تعمل الحركه دي، بتجيب كده الزيت المستعمل اللي عندها، مش عارف تحط عليه بطاس، على تحط عليه مش عارف روايح، على وتلاقيها في الاخر طلعت لك كده قطع صابون صلبه، صح كده؟ اسالها هتقول لك المعلومه دي. اهو ده اللي ماما بتعمله في البيت. ده ايه؟ ده يا مستر تفاعل كيميائي. ده يا مستر ايه؟ تفاعل كيميائي. طيب تمام. عرفت كده يعني ايه تفاعل كيميائي، عرفت خواصه، عرفت ازاي بقى بيحصل له تغير في الخواص. ليه؟ لان مش كده خد نفس المواد، لا، عرفت ان بيتغير في خواصها. طيب تمام. عرفت كل ده. يلا بينا نخش على السبوره اللي بعدها، نشوف هنتكلم في ايه هي وازاي اعرف ان حصل تفاعل كيميائي اصلا. يلا بينا يا ابطال نخش على السبوره الثانيه والاخيره. شفت درس سهل جدا، التفاعلات الكيميائيه ده ابسط مما تتخيل. طيب انا عندي مستر دلائل على حدوث تفاعل كيميائي. زي ايه يا مستر؟ انا لسه قايل لك زي مثلا يعني ايه اصلا معنى الكلمه، عشان حاسس ان انت مش فاهم الكلمه اصلا. يعني اعرف ازاي بالبلدي كده، اعرف ازاي ان التفاعل ده حصل ولا ما حصلش، اعرف ازاي واستدل ازاي على حدوث تفاعل. طيب اول حاجه عندي اعرف منها ان حصل تفاعل ولا لا هي ايه؟ هي الراسب. تكون ايه يا مستر؟ تكون راسب. يبقى اول حاجه اقولها او اعرف منها ان التفاعل ده حصل ولا لا تكون راسب. طيب تاني حاجه يا مستر، تاني حاجه تصاعد غاز. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه تصاعد غاز. يبقى لو كون عندي راسب في محلول يبقى ده يا مستر، يبقى ده لو تكون راسب يبقى ده ايه؟ يبقى ده كده حصل تفاعل. طيب لو تصاعد غاز يبقى ده كده ايه؟ حصل تفاعل. طيب لو لون المادة اتغير، لو لون المادة تغير لون المادة، لو لون المادة اتغير يبقى ده كده يا مستر حصل تفاعل. يبقى ده يا مستر كده حصل ايه؟ حصل تفاعل. طيب لو انبعاث حرارة وضوء يبقى ده كده مثل حصل برضو تفاعل. طيب لو حصل تغيير في القوام، تغيير في قوام التفاعل او قوام مثلا المادتين اللي عندي، يبقى ده كده حصل ايه يا مستر؟ حصل لو حصل يا مستر انبعاث للرائحة. انبعاث للرائحة يبقى ده كده حصل تفاعل. لقيت رائحة كريهة يبقى ده كده حصل تفاعل. طيب تمام. احنا يا مستر هناخد عندي في الدرس بتاعي ايه؟ هناخد اول 4 اللي هو راسب، تصاعد غاز، تغير لون، وانبعاث للحرارة. هنكتفي بكده. طيب تمام. تعالى واحدة واحدة بقى نشوف. اول حاجة استدل ازاي على تكوين راسب. انا دلوقتي يا مستر جبت لك مادة اسمها ايه؟ Na، اسمها كلوريد الصوديوم، NaCl، كلوريد الصوديوم. هفعلها يا مستر مع ايه؟ هفعلها مع نترات الفضة. AgNO3. طيب لما اجي اعمل تفاعل كيميائي للمادتين دول مع بعض، الناتج بتاعي هيطلع ايه؟ يا مستر تعالى كده اهو، الناتج بتاعي هيطلع ايه؟ هيطلع عندي ال AgCl كلوريد الفضة AgCl، وهيطلع لي AgCl زائد NaNO3.
3. يبقى طلع لي ايه يا مستر؟ طلع لي النترات الصوديوم وكلوريد الفضه، كلوريد الفضه. طيب الراسب بتاعي، تكوين الراسب فين يا مستر؟ هو كون راسب ابيض من كلوريد الفضه. يبقى اقول له كده، اقول له الدليل بتاعي ايه؟ هو تكون راسب ابيض، تكون راسب ابيض من كلوريد، من ايه؟ كلوريد فضه اللي هي AgCl. طيب تمام، كلوريد الفضه. تمام يا مستر. طيب انا دلوقتي الماده دي بتكون لونها ايه؟ بتكون لونها ابيض زي ما انا قلت لك اهو، بتكون لونها ابيض. لو جيت عرضتها للشمس هتحول لونها من الابيض للبنفسجي. اقول له كده تتحول فين؟ تعالى اكتبها لك كده. مش عايز، تعالى هنا كده. يتحول كلوريد الفضه الى البنفسجي عند تعرضه للشمس. تمام. يبقى فهمت ازاي الراسب عندي بيتكون، او ازاي لما حدث تفاعل اتكون راسب. فانا قلت كده ان انا عندي تفاعل كيميائي. قلت عندي تفاعل كيميائي امتى؟ لما لقيت الراسب، الراسب. طيب تعالى بعد كده عندي على الغاز ونعرف قصته ايه. يلا بينا. انا جبت يا مستر، تعالى اقول لك انا جبت ايه. جبت محلول هيدروكلوريك مخفف، حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو ايه يا مستر؟ انت عارفه، ايوه، HCl. جبت لك ايه؟ حمض من الهيدروكلوريك المخفف HCl مع يا مستر مع شريط من المغنيسيوم Mg. طيب طلع لي ايه؟ تعالى كده اهو، بص هنا اهو. طلع لي ايه التفاعل ده؟ طلع لي يا مستر غاز الهيدروجين H2. طلع لي غاز الهيدروجين، وهلاقي ان الام جي خدت الCl زائد MgCl زائد تمام. مش مشكله بالحته، يعني الحته دي كده مالناش دعوه بيها. احنا بس اهم حاجه عندي ان هو خرج لي غاز الهيدروجين وطلع لي الباقي في المتفاعلات. طيب تمام. يبقى انا عرفت يا مستر منين ان هو حصل تفاعل كيميائي باستنتاج خروج الغاز. بلاقي الغاز متصاعد وبرسم جنبه كده سهم في المعادله. برسم كده يا مستر سهم في المعادله. طب تمام. نيجي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي استدلال ازاي اعرف ان لون الماده اتغير. تعالى يا مستر نشوف المعادله ونشوف انا جبت ايه وعملت ايه ونعرف مع بعض. يلا بينا. جبت يا مستر كوبايه، حطيت فيها ايه؟ تتخيل كده حطيت فيها ايه؟ الكوبايه دي كان فيها كان فيها محلول كبريتات النحاس CuSO4. كبريتات النحاس دي لونها ايه يا مستر؟ لونها ازرق. لونها ازرق. طيب حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها شريط يا مستر من النحاس. السيو. حطيت عليها ايه؟ شريط من الخرسين ZN. ايه اللي حصل بقى لما حطيت شريط الخرسين على محلول كبريتات النحاس الزرقاء؟ ايه اللي حصل؟ تعال اقول لك. اختفى لون كبريتات النحاس. اختفاء لون كبريتات النحاس الزرقاء. بقت ايه؟ بقت شفافة. اصبحت شفافة. طيب تمام. والخرسين يا مستر اتكون عليه راسب احمر. هو مش راسب، هو اتكون عليه مادة. بلاش كلمة راسب دي، هي تكونت مادة حمراء على شريط الخرسين، على شريط ZN خرسين.
تمام كده انا كده عرفت يا مستر الراسب لما لقيت راسب من كلوريد الفضه طلع، عرفت ان في تفاعل كيميائي عن طريق الراسب. لما لقيت هنا ان في غاز عرفت ان في تفاعل كيميائي عن طريق تصاعد غاز. لما جيت هنا لقيت ان في لون الماده اختفى وفي تكون حاجه على حاجه، لقيت ايه؟ لقيت ان ده تغيير لون الماده، يبقى حصل فعلا تفاعل كيميائي. طيب برافو عليك. نيجي لاخر حاجه عندي وهي ايه؟ وهي يا مستر انبعاث ضوء وحراره. تعالى كده هديك مثال خالص بالبلدي خالص جدا. انت مش لما بتيجي تولع صاروخ في اي حته مش بتيجي تولع الصاروخ وترميه ليه؟ علشان يا مستر بيطلع ايه؟ بيطلع حراره، صح كده؟ بيطلع حراره وبتلاقيها ايه؟ مطلع زي ايه؟ نور كده واختفى، صح؟ طب ما هو ده ضوء، يبقى انبعث منه ضوء وحراره. يبقى كده لو قال لي مثال اقول له الصاروخ اهو يا مستر مثال، بيطلع ضوء وحراره، بيطلع ضوء وحراره. مش مكتوب عندي في الكتاب، مش مكتوب عندي في الكتاب. تمام. طب ايه المثال اللي مكتوب عندي في الكتاب؟ تعالى اقوله لك. انا لو جبت شريط من المغنيسيوم Mg، لو جبت شريط من كده من Mg من المغنيسيوم وعملت ايه؟ وولعت فيه يا مستر، ولعت فيه اديته حراره. اعمل كده سهم عليه دلتا حراره، اديته حراره، هيحصل ايه؟ الشريط بتاع المغنيسيوم ده هيتحرق، صح كده؟ هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي غاز، هيطلع لي حراره، يعني سوري مش غاز، هيطلع لي دخان حراره. وهيطلع لي ايه تاني؟ هيطلع لي ماده بيضاء اللي اتحرقت. هيطلع لي ماده بيضاء اتحرقت ليه؟ لانه تفاعل مع اكسجين الهواء الجوي، لانه تفاعل مع اكسجين الهواء الجوي، تفاعل مع اكسجين الهواء الجوي. تمام. طلع لي ايه؟ طلع لي ضوء وحراره. طلع لي ضوء اللي هي طلع لي بخار، أبخرة حرارية من التفاعل مع الأكسجين، وطلع لي إيه؟ وطلع لي ضوء. تمام. يبقى أنا كده يا مستر عرفت يعني إيه تفاعل كيميائي، عرفت أستدل إزاي لما يجي لي مثلا يقول لي حطيت مادة على مادة، حطيت مادة إكس على مادة واي وطلع لي راسب، يبقى أنا كده استنتجت من التفاعل ده خلص إزاي ولا حصل إزاي؟ أقول له باستنتاج الدليل بتاعي الراسب، طالما لقيت راسب يبقى حصل تفاعل كيميائي. طيب تمام. نيجي بقى بيقول لي التفاعلات الكيميائيه في حياتنا، التفاعلات يا مستر في حياتنا ايه ده؟ هو اصلا احنا في حوالينا تفاعلات كيميائيه؟ يعني انا كل يوم مثلا بعمل تفاعل كيميائي كده وانا مش واخد بالي يا مستر؟ اقول لك انت بتعمل تفاعلات كيميائيه كتيره جدا جدا في حياتك. الاكل اللي انت بتاكله ده هو عمليه تفاعل كيميائي جوه جسمك. طيب تمام. يقول لي ايه؟ يقول لي قلي البيض يا مستر. لما بتيجي تقلي البيض مش البيض ده بيكون سائل؟ بحطه على النار يا مستر بيتحول لصلب. ايه ده؟ تصدق صح. طيب يبقى اتغير الماده ولا لا؟ اتغيرت خواصها ولا لا؟ اتغيرت. يبقى ده تفاعل ولا لا؟ يبقى ده تفاعل يا مستر. يبقى ايه اول حاجه عندي؟ تفاعل ايه؟ قلي البيض. طيب تمام. نيجي بعد كده على التفاعل. طب ده استنتج يعني استدل منه على ايه؟ تغير القوام. باستنتاج ايه؟ تغير القوام. مش القوام اتغير من سائل لصلب، صح كده؟ طيب تفاعل التفاح يا مستر. التفاح بيتفاعل. وانت مش لما تيجي كده تقطع التفاحه نصين وتسيبها شويه في الهواء بتلاقيها اسودت؟ ايه ده يا مستر؟ تصدق صح. طيب مش كده هي الحديد اللي في التفاحه اتفاعل مع الاكسجين الهواء الجوي عشان كده لقيتها اسودت؟ طب يا مستر صح. ايه ده انت بتتكلم صح. طب ده استدل عليه بايه؟ استدل عليه يا مستر تغير لون الماده. تغير لون الماده. تمام. طيب صدى الحديد يا مستر. صدى الحديد ده انا لما بسيب الحديد لفتره طويله مع عوامل الجو وميه وحراره ورطوبه بلاقي فعلا يا مستر الحديد صدى. طب ده بسبب ايه؟ او استدل منه على ايه؟ تغير لون الماده وتكون راسب. تغير لون الماده وتكون راسب. الاثنين الاثنين تغير لون وتكون راسب. تغير لون وتكون ايه؟ تكون راسب. طيب اشتغل الالعاب الناريه لسه قايلها لك من شويه، دي تفاعل ايه؟ على تفاعل حراره وضوء. حراره وضوء. استنتاج حراره وضوء. لما نشوف حراره وضوء يبقى انا كده عرفت ان دي في تفاعل كيميائي. تمام. رجالتنا ابطال البيولوجي احنا كده فهمنا كل حاجه يا مستر عن التفاعل الكيميائي. فهمناها وهنذاكرها وهنحفظها عشان نعرف نحل بيها. تمام. بكده يا بطل احنا نكون خلصنا حصتنا النهارده. حصه كانت خفيفه ولذيذه، خدنا فيها التفاعل الكيميائي، يعني ايه تفاعل، يعني ايه خواصه، الماده لما تتغير خواصها تبقى ازاي، عرفت استنتج منه على ايه والدلائل بتاعته عرفتها، وعرفت بطلعها ازاي، وعرفت التفاعلات الكيميائيه في حياتنا
اشوفكم على خير الحصه الجايه مع حصه الحل. ابطال البيولوجي رجالتنا غير اي حد. اشوفكم على خير، مع السلامه.